السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله تكونوا مليح خوتي الأعزاء، إن شاء الله تكونوا في أفضل حال يا رب العالمين. اليوم الموضوع تاعنا على قاتل الشابة مروان اللي كامل سمعتوا به، ودرنا هذا الفيديو باش نبين لكم إنه الشخص اللي راهي تداول الصورة تاعو عبر مواقع التواصل الاجتماعي ليس هو قاتل مروة للأسف. يعني خوتي ماهوش هو قاتل مروة، والناس ولات تبارطاجي في السيد وسيد خاطئ. يعني حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني وليتوا تخلطوا برك، يعني وليتوا المهم ترميوا خوتي، المهم ديروا البلبلة وديروا الضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا الشيء اللي ما يصلحش. يعني اتهمتوا الشخص يعني، وهذا شيء خطير جدا انكم تتهموا وتنشروا صورة شخص عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا الشخص مش معني بالقضية بتاتا. مواقع التواصل الاجتماعي ولا غير صارت يعني لا تطاق خوتي، وليتوا تحطوا برك، وليتوا يسمى بدون أي دراية وبدون أي علم. المهم تحققوا من الأمر قبل نشر أي شيء، وهذا اللي راح يوضحوا لكم أخينا اللي راه موجود في الفيديو، وطلع مع الشخص اللي تم تداول صورته عبر مواقع التواصل الاجتماعي. اسمع راح يحكي لكم ويقول لكم إنه الشخص خاطئ يعني ومش معني بالقضية، واللي قتل مروة متواجد حاليا في السجن على ما أعتقد، وعلى حساب الأخبار المتداولة. شوفوا الفيديو مع بعضنا. السلام عليكم خوتي، جانا خونا دعاس اللي حاطينه قاتل تاع مروه او خاطئها خوتي. ها السيد بخليكم التصويره حاطين مروه منا وهو منا، ويقول لك ها القاتل تاع مروه وخاطئها خوتي. علاه نخلطوا؟ راح نوليو بكل اوبيرا بكل ولينا نخلطوا برك. ها السيده وجا لنا دعاس اخويا، ها اللي قاعدين تقولوا بلي قاتل وخاطئها. ها خروب وجامي تما دخلنا هادي في لي باج وكلشي، حتى عيطوا لي البارح في الليل. تما خاوتي جيراني حبابي كلشي قالوا لي واش بيك. كما راكم تشوفوا يا خوتي، قال لكم راح توليو كامل اوبيرا، يعني كامل راح توليو كي اوبيرا، وتبداو تتهموا وتحكيوا في اعراض الناس، والمهم بكم لي في والمشاهدات. المشاهدات لا تاتي بالكذب ولا الافتراء على اشخاص ما همش معنيين كامل، وتوليو تظلموهم، ويولي ممكن الشخص انه ينتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتشوهوا له السمعه تاعو، وهو شخص غير معني بتاتا بالقضيه. لهذا الشيء خوتي نقول لكم تريثوا هذا الشخص، ما نعرفوش شخصيا، يعني هو في مكان وانا في مكان، لكن حاب نقول لكم ونوصل من هذا المنبر المساج انه تريثوا قليلا وما تبداوش تتهموا الناس في الباطل. خوتي العزاز، قبل اتهام او نشر اي معلومه يرجى التحقق منها، وشكرا. وخليوا مصالح الامن هما اللي يكتفوا بهذه القضيه، وهما اللي يشوفوا القضيه هذه ويعرفوا القاتل. احنا ما احناش شرطه باش نعرفوا شكون القاتل وشكون اللي ما قتلش. الشرطه هي وحدها اللي تحقق، وهي وحدها اللي تعرف. وكش ما كان نجده في الصفحة الرسمية للشرطة الجزائرية، فألف تحية للشرطة من هذا المنبر. خوتي العزاز، السلام عليكم.